اهلا ومرحبا بيكم في يوميات رونا. وحشتوني كتير حبايبي. قبل ما نبدأ في الفيديو رجاء اضغط على كلمة اشتراك وعلامة اللايك وشير. اول حاجة ان شاء الله هنقول المكونات بتاعتنا. طريقة الرز بلبن بطريقة الخلاط. اول حاجة من المكونات هي الفانيليا. الفانيليا دي هي اخر مكون احنا هنستخدمه. تمام، اخر مكون احنا هنستخدمه الفانيليا زي ما انتوا شايفين. تمام، والمكون الرئيسي بعد كده هو اللبن بودرة، وكوباية سكر صغيرة زي انتوا شايفين، وكوباية رز. كوباية الرز دي هتكون مناسبة اوي ان هي تعمل اربع اطباق او 5 اطباق متوسطين الحجم. وهناخد من علبة القشطة ديت معلقتين قشطة. تمام. بالنسبة لكوباية الرز دي هنغسلها وهنحطها في طبق على النار او حلة على النار. هنحط فيه يتسلق فيه كوبايتين مية على حسب نوع الرز. في رز بيستوي بسرعة هنحط كوبايتين مية، اذا انت شايفة ان هو هيحتاج يبقى حطي 3 كوبايات مية. والمكون كمان اللي هو النشا، هنستخدم من هنا معلقتين نشا علشان تجمد الرز بلبن. تمام. طيب دلوقتي هنبدأ نعمل ايه. انا هنا غسلت الرز، كوباية الرز انا غسلتها. تمام، وهبتدي احطها على النار في حلة زي انتم ما شايفين اهو. وحطيت كوبايتين المية. هبتدي اسيب الرز على النار مع كوبايتين المية عشان يتسلق لحد ما يتهري. اوكي، دلوقتي هبتدي اعمل الخلطة بتاعتي. هضرب المكونات الباقية في الخلاط مع بعض. تمام، دلوقتي هبتدي انزل باللبن البودر، الكوبايه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. المكونات اللي انا عاملاها دي يا جماعه بسيطه قوي وكميه قليله، ومناسبه للاسره بتتكون من 4 أو 5 افراد. دلوقتي هنزل بكوبايتين الميه كمان. لو انت ما عندكيش لبن بلدي او عندكيش لبن اللي هو المعلب، هنستخدم اللبن البودر، بيبقى جميل قوي 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 وبيدي سمك للرز بلبن. تمام، بيديله كثافه. طيب دلوقتي كمان هننزل بايه. دلوقتي انا نزلت بكوبايه السكر الصغيره. احنا ما بنحبش الحاجه تبقى مسكره قوي. لو انت عايزه تزودي كوبايه سكر كمان ممكن تزودي عادي، دي حاجه ترجع لك. هنا علبه القشطه انا هنزل هنا تقريبا بمعلقتين قشطه زي ما انتم شايفين كده. بتبقى بصوا الرز بلبن ده هيبقى تحفه، جنان 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 بجد. جربوه مش هتندموا صدقوني. ودلوقتي هنزل بمعلقتين النشا. تمام، دلوقتي نزلت بمعلقتين النشا وهبتدي اضربهم في الخلاط. الفانيليا طبعا قلت مش هحطها هنا دلوقتي، انا هحطها على النار في الاخر خالص. وهبتدي اقفل الخلاط وهشغل الخلاط عليه. هضرب كتير قوي، هفضل اضرب كتير لحد ما الخليط يبقى متجانس ويدي فوم كده، يعني تحس ان هو بقى قالب كده على مثلا كريمه، بقى قالب على كريمه. هتشوفوه في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي. نفضل مشغلين الخلاط شويه، ممكن نفصل شويه ونرجع تاني، ممكن نفصل برضو شويه في النص ونرجع تاني زي ما انتوا شايفين لحد ما السكر واللبن والقشطه كله يدوب في بعضه بالشكل دوت. بعد كده انا هفصل دلوقتي، وبعد كده هروح للنار للرز بلبن. الرز اللي انا بسلقه على النار هشوفه بقى عامل ايه. هشوف استوى ولا لا. انا لقيت الرز اللي انا جبته دوت بيحتاج كمان ميه، فمفيش مشكله خالص ان انت تزودي، ممكن تزودي ميه سخنه من الكتل. تقلبي عشان ما يلزقش، كل شويه ممكن تقلبي عشان ما يلزقش. وتشوفي هل هيحتاج ميه تاني ولا لا. لو احتاج ميه ماشي نزود، مفيش اي مشكله. تمام. انا هنا خلاص خلصت، ضربت الخليط مع بعضه في الخلاط. بصوا الفوم بقى شكله عامل ازاي، الخليط بقى عامل ازاي زي اللي كما يكون كريمه. بصوا بقى تقيل ازاي. وحطيته على الرز لما اتسلق خلاص، اتاكدت ان هو اتسلق. بصوا هنا هفضل اقلب كويس قوي الخليط بتاعي بالشكل دوت على النار
هفضل اقلب 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 طول الوقت، تقلبي علشان ما يلزقش في الحله. تمام. انا فصلت طبعا ورجعت تاني، برضو بتفضلي تقلبي وهكذا. بالشكل دوت تقلبي لحد ما كل مادة تحس ان هو بيتقل شوية، كل مادة تحس ان هو بيتقل شوية. هنا خلاص هو غلى كده، بصوا ابتدى يتقل معايا ازاي، بصوا ابتدى يتقل ازاي. انتي ممكن تدوقي، شوفي هل انتي محتاجة سكر تاني، زودي سكر مفيش مشكلة. تمام. وطبعا هنا هننزل بالفانيليا في المرحلة ديت.